توفيت أيقونة الطقطقة الجبلية شامة الزاز عن عمر ينهز 71 سنة مغرب الاثنين بعد إدخالها عصر اليوم ذاته المستشفى الإقليمي لتونات، وهي في حالة حرجة جراء مضاعفات صحية ناجمة عن مشكلات مرضية على مستوى صمامات القلب. هو الفنانة البدوية والعاصمية شام الزاز التي شاركت الفنان الراحل محمد العروسي الكثير من حفلاته وأغانيه من مواليد دوار الروف بجماعة سيدي المخفي بإقليم تاونات، وكانت تعيش قيد حياتها بالدوار نفسه مكرسة جهودها الفنية لخدمة فن طقطوق الجبلية وفن أيوع. وتزوج شام الزاز وهي ابنة 14 سنة قبل أن يتوفى زوجها بعد 14 سنة من زواجها، ويتركها أرملة ترعى ابنين أحدهما يعاني الإعاقة، لكن ذلك لم يمنعها من معانقة فن الطقطوقة الجبلية، فصدحت حنجرتها بالمواويل الجبلية وفي الأعراس والمناسبات الفرح والمهرجانات. والفنانة شام الزاز الملقبة بنجمة الشمال بصمت ذاكرة عشاق الطقطوقة الجبلية بأعمال فنية غزيرة تم توثيقها في أزيد من 60 شريطا غنائيا، لتجد نفسها في آخر أيامها وحيدة تصارع المرض وتعيش التهميش والنسيان. وكانت السلطات الإقليمية بتونات وزارة الثقافة قد تدخلت مؤخرا للتكفل بعلاج الراحلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى العسكري بالرباط الذي رقدت فيه لمدة تزيد عن شهر قبل أن تعود إلى تونات حيث فارقت الحياة. إذن الفنانة شامة الزاز توفيت اليوم، رحمها الله ورحم جميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.